السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة أولى ثانوي في كل مكان، معكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نحل أسئلة على الدرس الثالث في الوحدة الرابعة تاريخ الترم الثاني بعنوان الحضارة الرومانية. ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. نقول بقى بسم الله ونبدأ بأول أسئلة، وهي الاختياري رقم 1. استمرت حروب روما مع مدينة قرطاجة حوالي 100 عام، من 264 لحد 146 قبل الميلاد، فيما عرف بالحروب البونية. في ضوء مضمون العبارة السابقة، أي مما يلي يخرج عن كونه أحد النتائج التي ترتبت على الحروب البونية؟ بص، أنا عايزك كده تشرح لنفسك السؤال، تعتبر نفسك شخصيتين، تمام؟ انت الشخصية اللي بتقرأ، وفي شخصية تانية بتفهم، المفروض انت هتشرح لها السؤال وهي تفهم المفروض يعني، تمام؟ طيب نرجع بقى للسؤال. بيقول لك أي مما يلي يخرج يعني في حاجة في الاختيارات ملهاش علاقة بنتائج الحروب البونية. يلا بينا ندور عليها. ألف، ارتفاع شأن مدينة روما؟ لا غلط. طيب ب، تغير نظام الحكم في روما؟ ده ملوش علاقة بنتائج الحروب البونية. إنما جيم، امتداد النفوذ الروماني لإفريقيا؟ لا غلط، هو امتد. د، هزيمة أهم المدن الفينيقية الغربية؟ لا غلط، لأن اتهزمت مدينة قرطاجة، أهم المدن الفينيقية الغربية. السؤال الثاني، الفترة التي اتصفت بها روما بما يعبر عنه مضمون النص المقابل كانت خلال نظام الحكم ايه؟ نروح للنص المقابل نشوف ايه الحكاية بتاعته. أعلن موسوليني الحاكم الإيطالي في النصف الأول من القرن العشرين إنه يسعى لإحياء أمجاد الدولة الرومانية، والتي كانت تتميز بأن البحر الأبيض المتوسط ما هو إلا بحيرة رومانية تقع داخل أملاكها. جميل أوي الكلام. في واحد كان بيحكم إيطاليا زمان اسمه موسوليني، تمام؟ قال إيه بقى؟ إنه عايز يحيي أمجاد الدولة الرومانية اللي كان فيها إيه بقى؟ ركز، البحر المتوسط ما هو إلا بحيرة رومانية. امتى بقى البحر المتوسط كان بحيرة رومانية؟ خلال نظام الحكم ايه؟ الملكي؟ لا غلط. الجمهوري؟ لا غلط. الامبراطوري، بعد ما سيطروا على سوريا وبعد كده مصر، تحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة رومانية بتحيط به أراضي الإمبراطورية الرومانية. إنما دال البيزنطي؟ لا غلط. السؤال الثالث، القاسم المشترك بين كل من النظام الجمهوري والإمبراطوري في الحضارة الرومانية إيه؟ إيه الحاجة المشتركة بين نظام الحكم الجمهوري والإمبراطوري؟ تعال بقى ندور في الاختيارات كده. انتهاج الفكر التوسعي؟ ان كان بيحصل فيها حروب، بس النظام الجمهوري كان فيه حروب اكتر، انما اقل عصر فيه حروب هو الامبراطوري، تمام؟ لكن الاتنين كان فيهم ايه؟ توسعات. ب، قوة السلطة التشريعية؟ لا طبعا غلط. ج، الاعتماد على الحكم الديمقراطي؟ لا غلط. د، استعادة القرطاجيين مكانتهم التجارية؟ لا غلط. قرطاجة استعادت مكانتها التجارية في العصر الامبراطوري بس، الجمهوري لا. نطلع فوق شوية. 4، بالرغم من الصراع بين روما وقرطاجة لأكثر من 100 عام فيما يعرف بالحروب البونية، إلا إنهما تشابها خلال تلك الفترة في إيه؟ يعني أثناء الحروب البونية روما وقرطاجة الاتنين كده بيتشابهوا في إيه؟ يلا بينا على الاختيارات. ألف، السمو للتوحيد في العبادة؟ لا غلط، اللي عمل توحيد بس هم المصريين، أي حد تاني لا. ب، نظام الحكم السائد؟ ايوه بيتشابهوا في النظام ده، انهم الاتنين كان نظام الحكم فيهم ايه؟ جمهوري. ج، نشاط الاقتصاد الرئيسي؟ لا غلط، روما كانت زراعة انما قرطاجة تجارة، فكده غلط. د، كثرة التوسعات العسكرية؟ لا غلط، روما هي اللي بتتوسع اكتر، قرطاجة لا. 5، تحولت روما من مدينة صغيرة إلى إمبراطورية كبيرة، وتلك رحلة نجاح تحسب لروما وتعد نقطة البداية الحقيقية لهذا الصعود. إيه نقطة البداية بتاعت روما؟ إيه؟ إنها بدأت تتوسع وتسيطر على شبه جزيرة إيطاليا. نروح للاختيارات وندور على الكلام ده. ألف، السيطرة على ممتلكات مقدونيا؟ لا غلط. ب، الانتصار في أكتيوم البحرية؟ غلط. ج،
السيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية، أيوة هي دي اللي كانت البداية. د تحول قرطاجة لولاية رومانية، لا غلط. 6 المنطقة التي سيطر عليها الرومان ولكنها تخرج عن كونها إرث لإمبراطورية الإسكندر الأكبر، هي إيه؟ معنى السؤال بكل بساطة، في حتة كده سيطر عليها الرومان ما كانتش تبع الإمبراطورية بتاعت الإسكندر الأكبر. إيه هي الحتة دي؟ هي قرطاجة، ما سيطرش عليها الإسكندر خالص. إنما سوريا لا غلط، سيطر عليها. مقدونيا غلط، سيطر عليها. مصر غلط، سيطر عليها. نطلع فوق شوية. 7 أي من هيئات الحكم التالية تتوقع إنها المسؤولة عن قرار توسع روما على حساب جيرانها في شبه الجزيرة الإيطالية؟ معنى السؤال، أنه من هيئات الحكم اللي كانت في روما هي صاحبة قرار توسع روما على حساب جيرانها في شبه الجزيرة الإيطالية؟ يعني مين اللي قال لهم توسعوا في شبه الجزيرة الإيطالية؟ طيب افتكر، هم توسعوا في شبه جزيرة إيطاليا أثناء النظام الملكي، يبقى أكيد مين اللي طلع القرار؟ هو الملك، بس كده. إنما السيناتو لا، ده كان استشاري وقت النظام الملكي. جيم جمعية القبائل لا غلط، ما كانتش موجودة أصلا أثناء النظام الملكي، كان اسمها جمعية الأحياء. نقباء العامة برضو غلط، ما كانوش موجودين أثناء النظام الملكي، بس كده. نطلع بقى فوق شوية. 8 تمكن الرومان من السيطرة الكاملة على سواحل البحر المتوسط بعد سقوط إيه؟ أكيد بعد سقوط سوريا، وبعد كده مصر وراها، يعني آخر حاجة مصر. فهتدور في الاختيارات ما تلاقيش مصر، بس هتلاقي حاجة معناها مصر، هي ايه بقى؟ مدينة قرطاجة لا غلط. دولة السليوكيين لا غلط. انما جيم دولة البطالمة اللي هي كانت بتحكم مصر. دال الدولة المقدونية لا غلط. 9 زاد نفوذ روما في العالم القديم حتى أصبحت إيه؟ روما نفوذها زاد جدا ومحدش بقى قادر يقف قصادها، بقت هي رقم 1 في العالم، نمبر 1. نمبر 1 دي معناها إيه؟ راعية الديمقراطية لا غلط، الديمقراطية هناك كانت مش تمام. ب راعية الفكر والثقافة لا غلط. ج سيدة البحر الأحمر لا غلط، هي سيدة البحر المتوسط مش الأحمر. د القوة العظمى اللي محدش يقدر يقف قصادها. 10 أصبحت السلطة الفعلية بعد القضاء على النظام الملكي بروما في يد مين؟ في يد الأرستقراطيين بتوع مجلس السيناتو. تروح للاختيارات وتدور عليهم. ألف القنصلين لا، دول كانوا كده صورة أونطة. جمعية القبائل لا غلط. جيم مجلس الشيوخ هو السيناتو. إنما دال نقباء العامة لا غلط. 11 اختلف وضع الأرستقراطيين في العصر الجمهوري عن العصر الملكي من حيث إيه؟ الأرستقراطيين في العصر الجمهوري هم اللي كانوا مسيطرين على كل حاجة، هم اللي بيحكموا من الآخر. إنما أثناء العصر الملكي كان وظيفتهم استشارية، استشاري بس، الملك بياخد رأيهم ويقول لهم شكرا متشكرين، ينفذ كلامهم أو ما ينفذ. إنما بقى وقت النظام الجمهوري اللي يقولوا عليه يتنفذ. فتروح بقى للاختيارات وندور. ألف اشتراكهم في مجلس الشيوخ، لا ما هم كده كده أصلا كانوا في مجلس الشيوخ، ما حصلش حاجة يعني جديدة غير إنهم بقوا يحكموا. ب تبعيتهم السياسية للحاكم لا غلط، ده الحاكم هو اللي بيمشي على مزاجهم. ج امتلاكهم سلطة اتخاذ القرار، هم اللي بيحكموا. د تقديم المشورة للسلطة الحاكمة لا غلط، ده كان أيام النظام الملكي ده، بس كده. 12 مثل نقباء العامة في النظام الجمهوري بروما جزءا من السلطة ايه؟ نقباء العامة في النظام الجمهوري كانوا بيوصلوا قرارات الحكومة للعامة ويوصلوا مشاكل العامة للحكومة، يعني هم شغالين مع الحكومة. الحكومة دي تعتبر ايه بقى؟ سلطة قضائية غلط، سلطة تشريعية غلط، سلطة دينية غلط، انما سلطة ايه؟ تنفيذية. نطلع فوق شوية. 13 امتلاك الثروة قد يؤدي إلى الطمع في امتلاك السلطة. على أي عصر من عصور روما تنطبق العبارة السابقة؟ يعني لو أنت معاك ثروة فأكيد هتطمع وتبقى طماع وعايز تمتلك إيه؟ السلطة، تحكم. الكلام ده بينطبق على إيه؟ الأرستقراطيين أيام النظام إيه؟ نشأة روما؟ لا غلط، العصر الجمهوري، هم اللي كانوا بيحكموا. مجلس السيناتو كانت في إيده كل السلطات، تشريعية وعسكرية وسياسية واقتصادية وكل حاجة. ج العصر الملكي لا غلط. د العصر الامبراطوري لا غلط.
14 يمكن انتقاد النظام الجمهوري في روما قديما بسبب ايه؟ ايه الحاجة اللي تنتقد فيها النظام الجمهوري؟ يعني انت شايفها حاجة وحشة؟ ايه هي؟ ألف دور نقباء العامة، لا ما كانش فيه حاجة وحشة عندهم. ب نظام اختيار القنصلين اللي هو بيتجدد كل سنة، لا مفيش مشكلة هنا عادي. ج سلبية جمعية القبائل، هم جمعية القبائل ما كانش عندهم سلبية خالص، غلط، ده هما كانوا بيناقشوا المشاكل بتاعت الناس. انما ايه بقى اللي كان وحش؟ د استمرار النظام الارستقراطي. الارستقراطيين هما اللي مسيطرين على كل حاجة في البلد، جميع السلطات في ايديهم، هما اللي بيحكموا من الاخر، فمحدش هيقدر يعمل معاهم حاجة، فدي كانت حاجة وحشة في النظام الجمهوري. 15 عاصر استيلاء الرومان على بلاد اليونان سقوط ايه؟ يعني وقت ما الرومان استولوا على بلاد اليونان حصل ايه؟ مين سقط؟ مدينة قرطاجة. الاتنين سقطوا في نفس السنة على فكرة، 146 قبل الميلاد. انما دولة السليوقيين لا غلط. دولة البطالمة اللي هي مصر غلط. الدولة الفارسية لا غلط. 16 نتج عن تحول روما من النظام الملكي الى النظام الجمهوري زيادة سلطة مين؟ مين اللي سلطته زادت؟ القنصلان؟ لا ده حكايتهم على الله خالص، القنصلان دول كانوا صورة بس. مجلس الشيوخ كانت سلطتهم ايام الملك استشاري، انما في النظام الجمهوري هم اللي بيحكموا. جمعية القبائل لا غلط خالص، سلطتها زي ما هي، بيناقشوا المشاكل بتاعت الناس. نقباء العامة ملهمش سلطة، دول بيوصلوا بس كلام الحكومة للناس ومشاكل الناس للحكومة. 17 سقطت آخر مظاهر الحضارات الفينيقية في حوض البحر المتوسط على يد مين؟ آخر مظاهر حضارات الفينيقية يقصد طبعا قرطاجة. قرطاجة سقطت على يد مين؟ روما. الاسكندر الأكبر غلط. البطالمة غلط. الرومان. السليوقيين لا غلط. نطلع فوق شوية. 18 تتعدد أوجه النقد الموجهة لنظام الحكم الجمهوري في روما ويخرج عن ذلك ايه؟ يعني في حاجة في الاختيارات ملهاش علاقة بالنقد الموجه لنظام الحكم الجمهوري، يلا بينا ندور عليها. ألف سيطرة مجلس الشيوخ على الحكم، لا ده نقد غلط، احنا عايزين اللي مش نقد. ب الصلاحيات الممنوحة للقنصلين، لا ده تبع النقد غلط. ج التداخل بين السلطات، ان مجلس الشيوخ كان بيمسك في ايده كل السلطات وبيعمل كل حاجة، مفيش فصل بين السلطات، ده نقد غلط، احنا عايزين اللي مش نقد. زي ايه؟ د مفيش غيرها. المهام الممنوحة للنقباء العامة، ده ما فيهوش نقد خالص، انهم بيوصلوا اوامر الحكومة للناس ومشاكل الناس للحكومة، ده ما فيهوش نقد، ده حاجة حلوة او حاجة عادية يعني ما فيهاش نقد خالص. 19 قرر الارستقراطيون في روما الثورة على النظام الملكي بدافع ايه؟ ليه الارستقراطيين عملوا ثورة على النظام الملكي ايام الملك تاركوينوس وقالوا انه مش بيحس بمشاكل الشعب وبيخالف التقاليد الرومانية، وعملوا فيها بقى اللي هم جامدين قوي وهمهم على الناس، لكن في الحقيقة هم كانوا عايزين ايه؟ زيادة سلطة العامة والمزارعون؟ لا غلط، مش بيفكروا في الناس دي اصلا. ب حماية املاك الامبراطورية الرومانية، برضو غلط. ج تحقيق طموحاتهم في السلطة، ايوه عايزين يقضوا على الملك عشان هم اللي يتولوا السلطة. د تحديد سلطات الملك السياسية، لا غلط، ده هم اللي عايزين يمسكوا السلطة. نطلع فوق شوية. 20 قام بدور الوسيط في نظام الحكم الجمهوري بروما بين السلطة الحاكمة وأفراد المجتمع. مين اللي كان وسيط ما بين السلطة الحاكمة اللي هي الحكومة، بيوصل كلامها للناس ويوصل مشاكل الناس للحكومة؟ دول مين دول؟ مجلس الشيوخ؟ لا. جمعية الأحياء؟ لا. هم مين؟ نقباء العامة. إنما جمعية القبائل لا. 21 الجهة المنوطة بإصدار القرار بتوسع الرومان على حساب المستوطنات الفينيقية الغربية هي إيه؟ واحدة واحدة ركز. الجهة المنوطة بإصدار القرار، يعني مين الجهة اللي طلعت القرار بتوسع الرومان على حساب المستوطنات الفينيقية الغربية؟ يقصد قرطاجة. تم التوسع على حساب قرطاجة اللي هي الحروب البونية ايام النظام ايه؟ الجمهوري. مين بقى اللي كان بيحكم ايام النظام الجمهوري؟ مجلس الشيوخ او السيناتو؟ يلا بينا ندور عليه. الف القنصلان؟ لا دول ما كانوش بيحكموا اصلا، دول صورة. ب مجلس الشيوخ او السيناتو، دول اللي كانوا بيطلعوا القرارات ايام النظام الجمهوري.
جمعية القبائل لأ، نقباء العامة لأ. 22 سيطرة روما على شمال غرب افريقيا اثناء الحكم ايه؟ جميل قوي السؤال ده، والاحلى ان في خريطة تحت اهو. بيقولك بقى روما سيطرت على شمال غرب افريقيا هنا اهو في العصر ايه؟ اللون البينك اللي انت شايفه ده اللي جنب قرطاجة هنا اهو، ده في النظام ايه؟ انزل تحت كده اهو في مفتاح الخريطة، اللون البينك ده توسع روما في العصر ايه؟ الامبراطوري. بس كده. نطلع بقى للسؤال تاني. يبقى سيطرة روما على شمال غرب افريقيا اثناء الحكم ايه؟ الملكي غلط، الامبراطوري. الجمهوري غلط، شبه الديمقراطي غلط. 23 يتضح من خلال تحليل معطيات الخريطة المقابلة أن الدولة الرومانية امتد نفوذها إلى الأراضي الآسيوية خلال العصر إيه؟ نروح للخريطة اللي قدامنا دي، بيقول لنا روما امتد نفوذها إلى الأراضي الآسيوية، هنا أهو وهنا كمان وهنا، الحتة دي كلها كده. الكلام اللي بالأخضر ده روما عملته إمتى؟ تروح لمفتاح الخريطة الأخضر ده أهو، توسع روما في العصر إيه؟ الجمهوري. بس كده. نرجع بقى لمرجوعنا، نروح للاختيارات ونختار الملكي غلط، ب الجمهوري. الامبراطوري غلط، البيزنطي غلط. نطلع فوق شوية. 24 قام نظام الحكم في روما في العصر الجمهوري على عدة هيئات، يتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة إن الهيئة التي تطلب عملها الاتصال المباشر بثالث طبقات المجتمع الروماني تمثلت في إيه؟ قد يبدو لك السؤال إنه مكلكع، لكن أنت فصصه وبسطه وافهمه. قام نظام الحكم في روما في العصر الجمهوري على عدة هيئات، تمام؟ بيتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة إن الهيئة اللي تطلب عملها الاتصال المباشر بثالث طبقات المجتمع الروماني. ثالث طبقات المجتمع الروماني اللي هم مين؟ المزارعون والعامة. مين بقى اللي كان بيوصل أوامر الحكومة للعامة ومشاكل العامة يوصلها للحكومة؟ مين دول بقى اللي بيتواصلوا مباشرة مع الناس كده؟ القنصلين؟ لا غلط. مجلس الشيوخ؟ غلط. جمعية القبائل؟ غلط. إنما مين؟ دال نقباء العامة. شفت الموضوع سهل ازاي؟ انت بس فصص السؤال كده واشرحه لنفسك. 25 ترتب على السياسات الخارجية لروما قديما زيادة أعداد طبقة ايه؟ يقصد بالسياسات الخارجية الحروب. من كتر ما هم بيحاربوا أعداد طبقة ايه اللي زادت؟ الأشراف؟ غلط. التجار؟ غلط. العبيد اللي هم الأسرى اللي بياخدوهم في الحروب. دال العامة؟ لا غلط. 26 تعد سلطة جمعية الأحياء في روما قديما سلطة ايه؟ جمعية الأحياء بتجتمع بأمر من الملك عشان يناقشوا مشاكل الأحياء أو مشاكل الناس، فيعرف بقى الملك آرائهم ويقول لهم متشكرين، كل واحد بقى يروح يشوف شغله. يعني كده سلطة ايه؟ تنفيذية؟ غلط. قضائية؟ غلط. إنما ايه؟ جيم استشارية، لأن ده كان أيام النظام الملكي والملك هو اللي بيعمل كل حاجة، بيجمع في إيده كل السلطات فبياخد رأيهم وبس. دال تشريعية؟ لا غلط. 27 اتسمت الدولة الرومانية قبل تولية أكتافيوس الحكم بإيه؟ قبل ما أكتافيوس يتولى الحكم ويبقى إمبراطور كان نظام الحكم إيه قبلها؟ جمهوري. ومجلس السيناتو أو مجلس الشيوخ هو اللي مسيطر على كل السلطات وهو اللي بيحكم. لكن نظام الحكم اتغير بسبب ايه؟ حصل ايه في روما؟ انقسام. القادة العسكريين بيضربوا بعض وبيحاربوا بعض، انطونيوس بيحارب اكتافيوس، وكل ده بسبب مين اللي في مصر؟ كليوباترا السبعة اللي عاملة مشاكل دي. فنروح بقى للاختيارات وندور على حاجة شبه الكلام ده معناها انقسام بين القادة العسكريين. ألف الصراعات السياسية والعسكرية، أيوة هو ده الإجابة الصح. ب وجود فصل بين السلطات، لا ما كانش فيه فصل. ج تحقيق العدالة الاجتماعية، لا ما كانش فيه عدالة اجتماعية. د المشكلات الدينية والطبقية، ما كانش فيه مشكلات دينية أصلا. نطلع فوق شوية. 28 يعد العامل المشترك بين الأنظمة الحاكمة الثلاث في تاريخ الرومان القديم إيه؟ إيه الحاجة المشتركة بين أنظمة الحكم كلها؟ ملكي وجمهوري وإمبراطوري. ألف تطبيق قواعد الديمقراطية، لا غلط، ده كان في النظام الجمهوري بس. ب تحقيق العدالة الاجتماعية، لا طبعا غلط، ده حصل أيام العصر الإمبراطوري للمواطنين الرومان بس، الباقيين لا.
ج. سيطرة النبلاء على السلطة التنفيذية. أيوة، هو ده الإجابة الصح. الأغنياء هم اللي مسيطرين على كل حاجة. ده حتى الفقراء اللي هم العامة لما راحوا الانتخابات برضو كانوا بيختاروا مين؟ الأشراف والنبلاء. د. إسناد السلطة القضائية لرجال الدين. لا غلط، ما حصلش. 29. نطلع فوق شوية كده الأول. ساهم حفاظ أكتافيوس على مكتسبات العصر الجمهوري بعد انفراده بحكم روما في إيه؟ أكتافيوس لما تولى الحكم وبقى إمبراطور حافظ على مكتسبات العصر الجمهوري، يعني أراضي الإمبراطورية الرومانية. وده ساعد على إيه بقى؟ أ. تحقيق الأمن القومي. إنما ب. نشر العدالة الاجتماعية. لا طبعا، ده كان للمواطنين الرومان فقط. ج. نشر الثقافة الرومانية. لا ما حصلش. د. السيطرة على التجارة الداخلية. لا ما حصلش. 30. مرت الحضارة الرومانية بثلاث أنظمة سياسية: ملكي وجمهوري وإمبراطوري. جميل. تتشابه جميعها في إيه؟ لسه عارفين من شوية إنهم التلاتة بيتشابهوا في إيه؟ إن اللي كان مسيطر على السلطة الأشراف والنبلاء، الناس اللي هي الكبيرة في البلد، الأرستقراطيين يعني. طب بيتشابهوا في حاجة تانية بقى، العاصمة كانت واحدة اللي هي روما. نروح بقى للاختيارات وندور على حاجة شبه الكلام ده. أ. مركز قرار الدولة السياسي اللي هي العاصمة واحدة روما. إنما ب. قوة مجلس السيناتو. لا طبعا غلط، لأن أيام النظام الملكي كان السيناتو استشاري، وفي الجمهوري بقى هو اللي بيحكم بيملك كل السلطات، وفي الإمبراطوري رجعوا تاني استشاري. ج. طريقة تداول الحكم. لا طبعا غلط، مش بيتشابهوا في الموضوع ده خالص. ده الاستقرار مكانة التجار. لا غلط، ما كانتش مستقرة. 31. اختلفت الحضارة الرومانية عن الحضارة المصرية القديمة بالنسبة للزراعة في ايه؟ الحضارة الرومانية اختلفت عن الحضارة المصرية في الزراعة في موضوع ايه؟ تنوع المحاصيل. غلط. قلة الأراضي. غلط. نظام الملكية. في روما الملكية كانت فردية أو خاصة، إنما في مصر الملكية بتاعت الأراضي عامة، الفرعون هو اللي بيملك الأراضي كلها. د. كثرة العمالة. لا غلط. 32. مثلت الزراعة النشاط الاقتصادي الأساسي لبعض حضارات العالم القديم بالرغم من موقعها البحري. يعني الزراعة كانت النشاط الأساسي لبعض الحضارات القديمة بالرغم من موقعها بحري، زي مصر كده دولة بحرية لكن النشاط الأساسي إيه؟ زراعة. روما دولة بحرية لكن النشاط الأساسي برضو زراعة. تمام؟ بينطبق بقى مضمون العبارة السابقة على كل من الحضارتين إيه؟ قلت لك الحل وأنا بشرح. المصرية والرومانية. ب. الرومانية واليونانية. لا غلط. اليونانية والفينيقية. غلط الاتنين أصلا. د. الفينيقية. غلط. مصر صح بس الاختيار كله غلط. نطلع فوق شوية. 33. تنتمي زخارف الصلصال المحروق على جدران المعابد الرومانية إلى الصناعات إيه؟ لما تجيب صلصال محروق، صلصال يعني طمي طينة، وتحرقها وتبتدي تعمل بيها رسومات ونحت بارز على جدران المعابد، فطالما جبت بقى طمي يبقى ده تبع الصناعات ايه؟ التعدينية. غلط. الفخارية. الحجرية. غلط. الخشبية. غلط. 34. أي من الصناعات الآتية وجدت في الحضارة الرومانية وخلا وجودها في الحضارة الفرعونية؟ في صناعة كده كانوا بيعملوها في روما لكن مش موجودة في الحضارة الفرعونية. ايه الصناعة دي؟ الصناعات الحجرية. لا غلط. الصناعات الفخارية. برضو غلط. صناعة العملات كانت في روما لكن مش في مصر، لأن في مصر كانوا شغالين بإيه؟ مقايضة، بيبدل سلعة بسلعة، ما يعرفوش حاجة اسمها عملات. د. صناعة الأسلحة. لا غلط. كل الحاجات الغلط دي كانت موجودة كصناعات في الحضارتين. 35. تعددت الصناعات التي ساعدت على دعم الاقتصاد والأمن الاستراتيجي الروماني، ومنها الصناعات ايه؟ واحدة واحدة كده ونفهم السؤال. بيقول لك تعددت الصناعات وساعدت دي على ايه؟ دعم الاقتصاد، يكون في تجارة، وكمان دعم الأمن، حاجة كده هنستخدمها في الحروب. أكيد أسلحة. الأسلحة دي بقى تعتبر صناعات إيه؟ حجرية. غلط. نسيجية. غلط. صناعات إيه؟ معدنية. د. فخارية. لا غلط. 36. قامت الحروب البونية التي خاضتها روما واستمرت لمدة 100 عام لأسباب إيه؟ الحروب البونية اللي كانت بين روما ومدينة قرطاجة
اللي كانت شغالة بالتجارة كانت لأسباب ايه؟ تعال ندور. ألف سياسية، روما عايزة تتوسع. واقتصادية، أيوة إنها تسيطر على قرطاجة اللي شغالة بالتجارة، وكمان تسيطر على غرب البحر المتوسط، فتكون هي اللي شغالة بالتجارة ومسيطرة على البحر المتوسط ومية مية سيدة البحر المتوسط. فكده تقول أسباب سياسية وأسباب اقتصادية. إنما ب سياسية تنفع، دينية لأ غلط. ج اجتماعية غلط، اقتصادية تنفع. د دينية غلط، اجتماعية غلط. بس كده الإجابة الصح بتاعتك ألف. نطلع فوق شوية. 37 يرجع ازدياد النشاط التجاري بشكل كبير في عصر الإمبراطورية الرومانية إلى عدة أسباب. منها إيه اللي خلى النشاط التجاري يزداد في عصر الإمبراطورية الرومانية؟ إيه؟ ألف وفرة الأخشاب الجيدة في روما. ما إيه العلاقة؟ غلط. ب الاستفادة من خبرات الفينيقيين. أيوة هي دي الإجابة الصح. استفادوا من خبرات الفينيقيين سواء بقى في المدن الشرقية أو مدينة قرطاجة أيام العصر الإمبراطوري، لما أكتافيوس سمح لقرطاجة تمارس نشاطها التجاري مرة تانية ويستفيدوا من خبراتها. إنما ج اهتمام اليونانيين بالأسطول العسكري، احنا مش بنتكلم على اليونانيين، غلط. د اعتبار التجارة أساس حياة الرومان، لا غلط، مش هي الأساس، الأساس الزراعة مش التجارة. 38 يرجع سماح روما لقرطاجة بممارسة نشاطها التجاري من جديد إلى إيه؟ روما سمحت لقرطاجة تمارس نشاطها التجاري مرة تانية عشان يحصل إيه؟ يستفيدوا منها. يبقى ألف سعيها للصلح مع قرطاجة، لا غلط. ب تخوفها من ثورات القرطاجيين وأثرها على الاقتصاد، لا غلط. روما ما كانتش بتخاف من حد في الوقت ده كانت قوة عظمى محدش يقدر يفتح بقه معاها. ج رغبتها في تأمين تجارتها البحرية، برضو غلط. د رغبتها في الاستفادة من خبرات قرطاجة البحرية، عايزة تستفيد من خبرات قرطاجة سواء البحرية والتجارية. نطلع فوق شوية. 39 يرجع ازدهار التجارة الخارجية في بداية الحكم الإمبراطوري لروما إلى فتح أسواق جديدة في أوروبا بجهتها إيه؟ بص بقى، في بداية الحكم الإمبراطوري ابتدى يزداد النشاط التجاري ويفتحوا أسواق جديدة زي ما فتحوا أسواق جديدة في أوروبا. في الجهة إيه بقى؟ طيب افتكر بقى، في بداية الحكم الإمبراطوري سمحوا لمين بممارسة النشاط التجاري مرة تانية؟ قرطاجة. قرطاجة تقع بالنسبة لأوروبا في الجهة إيه بقى؟ الجنوبية الغربية، اللي هو الاتجاه ده كده. إنما ب الشمالية الشرقية، لأ غلط. ج الجنوبية الشرقية، لأ غلط. الشمالية الغربية برضو غلط. 40 كان البحر المتوسط قديما طريقا داخليا يربط بين الولايات الرومانية، مما يدل على إيه؟ البحر المتوسط كانوا بيعتبروه بحيرة رومانية، وأراضي الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية بتحوطوا من كل حتة. وده معناه إيه؟ إن الإمبراطورية الرومانية كانت واسعة جدا جدا. نروح بقى للاختيارات وندور على حاجة شبه الكلام ده. ألف قوة الأسطول العسكري الروماني، لا ده مش معناه كده. ب اتساع أراضي الإمبراطورية الرومانية، عشان كده كانت بتحوط البحر المتوسط وبيعتبروه طريق داخلي بيربط بين أراضيها. ج تقدم السفن التجارية الرومانية، لا غلط. د انتصار الإمبراطورية الرومانية على قرطاجة، لا غلط، لأن في دول تانية بتطل على البحر المتوسط مش قرطاجة بس. 41 استعادة قرطاجة مرة أخرى في عصر الإمبراطورية الرومانية نشاطها إيه؟ التجاري. التجاري ده بقى له علاقة بإيه؟ سياسي، غلط. اقتصادي. إنما العسكري غلط. الثقافي غلط. 42 ارتبطت عودة النشاط التجاري لأهم المستعمرات الفينيقية في البحر المتوسط بعد سيطرة الرومان عليها إلى سابق عهده بإيه؟ بص بقى، ارتبط عودة النشاط التجاري لأهم المستعمرات الفينيقية يقصد قرطاجة. قرطاجة رجعت تمارس مرة تانية نشاطها التجاري بعد سيطرة الرومان عليها. الكلام ده بقى مرتبط بإيه؟ بحدث كده حصل. إيه هو؟ ألف سقوط قرطاجة في يد روما، لا. ب هزيمة السليوكيين في سوريا، لا. تحول روما إلى إمبراطورية. أول ما روما بقت إمبراطورية وفي عصر اسمه إمبراطوري وتولى الحكم الإمبراطور أكتافيوس،
سمح لقرطاجة تمارس مرة تانية نشاطها التجاري. انما د فترة حكم يوليوس قيصر لا ده كان مات خلاص واتقتل وخلصنا منه. نطلع فوق شوية 43 يعد اكثر العصور الرومانية استقرارا لطبقة التجار والحرفيين خلال الحكم ايه؟ اكتر فترة فيها استقرار، مفيش بقى صراعات سياسية ولا عسكرية، والناس بقى بتشتغل بالتجارة داخليا وخارجيا، وفي امن داخل وخارج روما. الكلام ده كان امتى؟ في العصر الملكي؟ غلط. طب الارستقراطي اللي هو يقصد يعني الجمهوري؟ لا غلط. طب شبه الديمقراطي؟ مفيش حاجة اسمها كده، غلط. في النظام الامبراطوري لما تولى الحكم الامبراطور اكتافيوس اللي غيروا اسمه بقى اسمه اغسطس. 44 ارتبط ازدهار التجارة الداخلية والخارجية في الامبراطورية الرومانية بالصناعات ايه؟ ازدهار التجارة الداخلية والخارجية في الامبراطورية الرومانية كان مرتبط بالصناعات ايه؟ الورقية؟ غلط، ما كانوش بيعملوا ورق. معدنية اللي هو صناعة أسلحة. إنما الفخارية؟ غلط. الحجرية؟ غلط. 45 جاء أول ظهور للعبيد ذوي الأصول الشرقية في الحضارة الرومانية نتيجة الحروب الخارجية خلال العصر إيه؟ بص بقى معنى السؤال بيقول لك يعني أول عبيد يمسكوهم من الأصول الشرقية كان نتيجة الحروب خلال العصر إيه؟ أول حرب روما تعملها ناحية الشرق كده كانت في العصر إيه؟ اللي كله حروب. الملكي؟ لا، الملكي ده في شبه جزيرة إيطاليا بس. الجمهوري لما راحوا بقى آسيا الصغرى وبعد كده سوريا وبعد كده مصر وبعد كده بقى كملوا بقى العراق. جيم الإمبراطوري؟ لا غلط. دال البيزنطي؟ لا غلط. 46 ظهرت بعض المشاكل الاجتماعية والأزمات داخل طبقات المجتمع الروماني بسبب إيه؟ بدأ يحصل مشاكل اجتماعية وأزمات داخل طبقات المجتمع الروماني بسبب زيادة أعداد العبيد. بقى عددهم كتير قوي، هيأكلوهم منين؟ فالموضوع بقى صعب جدا. فده كان نتيجة ايه بقى؟ اعداد العبيد بتكتر بسبب ايه؟ الحروب. الحروب دي بنقول عليها ايه؟ الف السياسة الخارجية للرومان. ب نقص الانتاج الصناعي؟ غلط. ج تعدد المعبودات الرومانية؟ غلط. د تغير نظام الحكم؟ غلط، ملوش علاقة بالكلام اللي بنقوله ده اصلا. 47 ظهر تأثير السياسة على المعتقدات الدينية في الحضارة الرومانية خلال العصر ايه؟ معنى السؤال السياسة أثرت على المعتقدات الدينية في الحضارة الرومانية خلال العصر ايه؟ السياسة بقت تأثر في الدين ومعتقد. الملكي؟ غلط. الجمهوري؟ غلط. الامبراطوري؟ طب وازاي؟ لما بقى في عبادة الأباطرة، لما بقوا يعبدوا الامبراطور، فالامبراطور انبسط جدا وقال لك حاجة جميلة، بيعتبروه إله وبيسمعوا كلامه. ده البيزنطي؟ لا غلط. نطلع فوق شوية 48 تأثر الرومان قبل احتلالهم لمصر بالعقائد المصرية القديمة عن طريق ايه؟ العقائد المصرية القديمة انتقلت الى الرومان عن طريق مين؟ مين الكوبري او الوصلة؟ الاغريق اللي هم بتوع اليونان. يلا بينا ندور عليهم. ألف التجارة مع مصر؟ غلط. ب التواصل الثقافي مع الفراعنة؟ لا غلط. ج التواصل مع اليونانيين، واليونانيين دول كانوا الكوبري أو الوصلة بين الفراعنة اللي هم المصريين والرومان. د زيارات الرومان لمصر؟ لا غلط. 49 ازدهر الشعر في روما قديما خاصة مع بداية ايه؟ الشعر ازدهر في روما مع بداية نشأتها؟ لا غلط. العصر الملكي؟ غلط. الجمهوري؟ غلط. الامبراطوري. لما ظهر شاعر اسمه فرجيل اللي خلت قصة تأسيس روما وعملها شعر بس كده. نطلع فوق شوية 50 تعبر الصورة التي أمامك عن تأثر العمارة الرومانية بالعمارة اليونانية. وإيه؟ يعني العمارة الرومانية اتأثرت بالعمارة اليونانية وحاجة تانية كده. إيه هي؟ نروح كده للصورة اللي قدامنا بس. بيقولك البانثينون الروماني، بص كده متأثر بطريقة العمارة اليونانية البارثينون. وكمان ايه بقى؟ شايف العمود ده كده مدور؟ مين بقى اللي كان بيبني أعمدة مدورة كده دورية؟ مين؟ الحضارة ايه؟ الفينيقية؟ غلط. البابلية؟ غلط. الأشورية؟ غلط. الفرعونية. 51
يرتبط الأثر الروماني الذي أمامك بصورة مباشرة مع إيه؟ تروح بقى للأثر الروماني اللي قدامنا في الصورة ده، بيقول لك قوس النصر اللي أنت شايفه ده. كان زمان أي قائد عسكري أو إمبراطور ينتصر في معركة وعايز يخلد ذكرى المعركة فيبني إيه؟ قوس النصر. زي ما أنت شايف كده الحتة دي كده، البوابة دي بيقولوا عليها قوس النصر. يعني ده مرتبط بإيه؟ انتصار في معركة. يلا بينا على الاختيارات وندور على حاجة شبه الكلام ده. ألف، التربية العسكرية. ناس كتير هتغلط وتختارها غلط، احنا مش بنتكلم على تربية هنا، غلط. ب، التقدم في العمارة. برضو ناس هتختارها وتغلط وتقولك عشان دي عمارة، غلط. إنما مرتبط بإيه؟ ج، كثرة الحروب. روما تحارب تكسب وتنتصر تخلد ذكرى الانتصار فتبني ايه؟ قوس نصر. د، الرخاء المادي. لا غلط، نطلع فوق شوية. 52، أي من الحضارات التالية كانت مصبا للنهر الحضاري في العالم القديم؟ الحضارة ايه؟ مين الحضارة اللي بتعتبر مصب للنهر الحضاري؟ يعني استفادت من كل الحضارات القديمة، هي مين؟ الحضارة الرومانية. الفينيقية غلط، اليونانية غلط، الفرعونية غلط. 53، نستدل من تحليل محتوى الشكل المقابل ومن خلال وجود طبقة العبيد على ايه؟ تروح للشكل المقابل كده، ده طبقات المجتمع في روما. اكبر طبقة هي مين؟ اللي تحت دي، اللي هم مين؟ العبيد. العبيد كتروا بسبب ايه؟ في حروب. يلا بينا على الاختيارات ونختار حاجة شبه الكلام ده. القوة السياسية للإمبراطورية الرومانية. لا غلط، مش بنتكلم على قوة سياسية. ب، كثرة حروب الإمبراطورية الرومانية هي السبب في زيادة أعداد مين؟ العبيد. ج، نجاح القانون الروماني في تحقيق العدالة. لا غلط، ما عملش أصلا عدالة القانون الروماني. د، تمتع المجتمع الروماني بالاستقرار الاجتماعي. لا غلط، ما كانش فيه استقرار، نطلع فوق شوية. 54، نستدل على تأثر الرومان بالمعتقدات الدينية للحضارات الأخرى من خلال إيه؟ إيه اللي بيخليك تستدل إن الرومان اتأثروا بالمعتقدات الدينية للحضارات الأخرى؟ إنهم عملوا إيه؟ ألف، إنهم عبدوا الآلهة بتاعة الحضارات الأخرى، اللي هو مين بقى؟ ألف، الإيمان بالحساب بعد الموت. غلط، تقديس المعبود سيرابيس بتاع الحضارة الهيلينستية اللي كان في مصر. ج، عبادة الإله أمون. غلط، ما عبدوش أمون. د، الإيمان بالثواب والعقاب. ما كانش عندهم الكلام ده، غلط. نطلع فوق. ايه ده؟ خلصنا كده الأسئلة الاختياري، نخش بقى على الأسئلة المقالي والمشاوي والحاجات الحلوة دي. يلا بينا. الأسئلة المقالية. 55، كان النظام الجمهوري حدا فاصلا بين سقوط نظام وظهور نظام آخر. حدد في ضوء مضمون العبارة السابقة دور الأرستقراطيين في النظامين الملكي والجمهوري. ايه دور الأرستقراطيين في النظامين دول، الملكي والجمهوري؟ بص كده، عامة الأرستقراطيين هتقولي تشكل منهم مجلس الشيوخ اللي هو السيناتو، وكان دورهم في النظام الملكي استشاري. أما في النظام الجمهوري قاموا بإدارة شؤون البلاد التشريعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. بس كده. 56، فسر، يعني عايزين السبب. فشل القانون الروماني في تحقيق العدالة الاجتماعية خلال العصر الجمهوري. ليه بقى؟ فأنت هتقول لأن المساواة التي منحها للعامة كانت شكلية، فقد ظل العامة يميلون لانتخاب أشخاص ينتمون لأسر من الأشراف، وبالتالي استولى الأشراف على كل المناصب
ولم يكن للعامة نصيب منها. بس كده. 57. اثبت بالأدلة التاريخية صحة العبارة الآتية: تأثر النشاط التجاري في روما قديما بالنظام السياسي. نطلع فوق شوية عشان نعرف نكتب، ننزل سنة كده. معنى السؤال: هات دليل ان النشاط التجاري اتأثر في روما بالنظام السياسي. فانت هتقول حيث كانت التجارة في العصر الملكي قاصرة على تبادل السلع بين الأقاليم الرومانية داخل شبه جزيرة إيطاليا، وفي العصر الإمبراطوري ازداد النشاط التجاري وأصبح البحر المتوسط طريق داخلي يربط بين أراضي الإمبراطورية الرومانية. بس كده. 58. ما رأيك؟ قول لي رأيك بقى. إعطاء الرومان الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها التجاري من جديد. إيه رأيك في الكلام ده؟ والله حاجة زي الفل. خطوة جيدة من الرومان للاستفادة من خبرات أهالي قرطاجة في مجال التجارة. بس كده. 59. ما تقييمك لإيه اللي جاي ده؟ أثر الحروب البونية التي انتهت عام 146 قبل الميلاد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الروما. إيه تقييمك؟ الحروب البونية أثرت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في روما؟ حروب يبقى جابت إيه؟ أسرى اللي هم عبيد، واقتصادية تجارة. يلا بينا نكتب الكلام ده. فأنت هتقول حيث نتج عن الحروب البونية زيادة أعداد العبيد في روما، ولكنها الحروب البونية كانت طويلة قوي، قعدت 100 عام. فأثرت على إيه بقى؟ أثرت على التجار والحرفيون وكمان المزارعون. كل دول اتأثروا بالحروب بسبب طول فترة الحرب نحو 100 عام. ثم استفادت روما من عودة قرطاجة ممارسة نشاطها التجاري. بس كده. نطلع فوق سنة كده. 60. بما تفسر، عايزين السبب، تميز كاتو الرقيب عن غالبية مؤرخي الرومان القدماء. اشمعنى يعني كاتو الرقيب اللي هو المؤرخ ده بيتميز عن غالبية المؤرخين بتوع الرومان زمان؟ ايه يعني؟ عمل ايه كاتو الرقيب ده؟ فانت هتقول لانه اول مؤرخ روماني كتب بالنثر اللاتيني وألف كتاب اسمه ايه بقى؟ الأصول في التاريخ، وتحدث فيه عن تأسيس مدينة روما. بس كده الحمد لله نكون خلصنا حل اسئله عن حضاره بلاد الرومان. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واتبسطتوا جدا من الحلقه وكانت لذيذه وخفيفه. قول لي بقى حليت كام سؤال صح وكام سؤال غلط في التعليقات. وبس كده اكون خلصت. عندي سؤال او استفسار اكتبوه في كومنت وارد عليك ان شاء الله. وانتظروني الحلقه اللي جايه باذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.